السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين لي ايه يا حبايبي؟ وحشتوني قد الدنيا والبحر وايه وسمكاته. تمام كده. النهارده بقى جايبه ايه؟ شروة طماطم، ارخص حاجة في السوق. بصوا عاملة زي التفاح. فانا ايه متعودة كل سنة قبل رمضان اجيب واخزن. انتوا عارفين الحاجة غالية. فضلت ادعبس ادعبس لقيت دي ارخص حاجة في السوق. تمام كده. فهعملها بقى معاكم كده صلصة تقعد من السنة للسنة، طعمها مش هيتغير. لونها يبقى هو الطعم، مش هتحسوا ان في تغيير بمكون واحد اكيد انتوا عارفينه. يعني انا اجيب السكينتي كده بمكون انتوا اكيد عارفينه، واكيد في معظم الناس بيحطوه، بس ده مهم جدا كمان للصلصة. انا هنقي منها، بصوا طماطم جامدة كمان اهي. انقي الجامدة منها كده، اشيلها للسلطة لاي حاجة، واخلي المستويه كده ايه على جنب. يعني انتوا طول ما انتوا ماشيين اي حاجه رخيصه مش هتخسر، هاتوها وحطوها في التلاجة. يعني الطماطم ديت انا جايبه كده ما شاء الله، يعني كده 10 كيلو. قلت هشيل اللي هشيله وال واللهم صل على سيدنا محمد. الديك اللي قاعد يتن دوت موترني. هشيل اللي اشيله. وكمان انا دي لما بشيلها ساعات بيبقى عندي بصل كده كتير، اقوم ضرباه في الكبه ومحمراه، واقوم حاطه ايه الطماطم عليه. تبقى انا كده خلصت من نص الديك ده. كل ما بتكلم بيقاطعني في الكلام، مش عاجبه الكلام. بص الطماطم كيلو ب5 جنيه، جميله. تقوم ايه يوم خلصت من نص الطبخه، يعني ما اعمل القوطه وانا واقفه كده اقوم عامله اللهم صل على سيدنا محمد البصله تتحمر وكله، واحط الطماطم. يبقى انا كده خلصت من نص ايه، من نص الاكله. تمام كده. هجيب بقى كل دوت كده هشيله في طبق تاني كده بعيد عني، عشان اعرف ان ده جامد. جامده تفاح تفاح. شيل حبه كده. بصوا جميله ازاي، والله كلها جامده، كلها عايزه تشال، كلها جامده. أنا مش عارفه انتوا باين قصادكم. بصوا جامده ازاي. بصوا بقى علشان خاطر برضو البنانيت الصغيره اللي عايزه تساعد مامتها، الحته دي بتشيل. تمام كده. والحته الصغيره كده دي برضو بتشيل. انا بقى جايبه دي حله مامتي، هتاخد الكميه كلها، ومش ههدر برضو في المواعين. هوريكي بعد ما تتحط على النار وتفك ميتها خالص هتعملي فيها ايه. مش هنرجع بقى للخلاط ونوسخ خلاط ونوسخ حله ونوسخ معرفش ايه، لا، كله يبقى في الحله دي. تمام كده. وضحت معاكم الرؤيه. بصوا كمان واحده كده اهي، وهحطها زي ما هي. ايه دي كده تشال. اي حاجه مش لطيفه في قلب الطماطم ايه تقوموا ايه شايلينها. واحنا بنعمل دي عشان خاطر الزرع دي اللي بتبقى في الارض، بتبقى ايه شاربه السموم كلها بتاعه السماد بقى والكيماوي والحاجات دي جامده نحطها على جنب. دي جامده هنحطها على جنب. والله القوطه كلها جميله. وعايزه اشكر اخويا جدا جدا بيدعمنا، والله ربنا يجازيه كل خير يا رب ويوسع رزقه. يعني ديكورات ستانلس ستيل. اللي هيخش قناه ديكورات ستانلس ستيل هيفيدوا كتير جدا. ديكورات جديده، ترابيزات اول مره تشوفوها عالميه. ترابيزات سفره، انتريهات، حاجات عالميه. يعني هو اصلا يعني ايه بيدعم القنوات. سبحان الله، يعني ربنا يجازيه كل خير يا رب. بصوا الطماطمايه اهي جامده. حطها على جنب. هعمل بقى الكميه دي كلها عشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم وابقى غلسه كده. هعمل كده حبايتين. اي حاجه مش لطيفه انا بص دي جامده خساره. على جنب، والله كلها جامده. انا كلها احطها على جنب والله. لو تنفع كده تقعد لرمضان. بصوا هخلص بقى الكميه كلها واوريكم. دي حله مامتي. دي حله ديت، الحله دي بقالها فوق ال 30 سنه. يعني شوفوا عايشه ازاي، بقى لها عمر معانا. اي واحده كده عندها حله عايشه عندها 30 سنه. الحله اكبر مننا. لا مش اكبر مننا قوي يعني. يعني احنا كبار برضه.
بصوا دي كده اهي، مش لطيفه اهي. نقوم شايلينها كده، اخلص الكميه واحطها على النار واوريكم هنعمل ايه تاني. ثواني وراجعه لكم تاني. وادي الطماطم كلها حطيتها على الحله وعلى البوتاجاز. يعني ايه، واحط دلوقتي كده يعني معلقتين ملح، معلقه ملح حسب كل واحد وكميته. الملح دوت بيخلي الطماطم تتخلص من السوائل بتاعتها، تمام كده. والمكون اللي انا قلت لك عليه في اخر الفيديو. حطي بقى لايك. بصوا بقى، خلاص في المرحله الاخيره. بصوا الميه انا ما حطيتلهاش ميه خالص. الميه دي جت منين؟ من معلقتين الملح اللي انا ايه حطيتهم. تمام كده. يعني انت بتحطي الطماطم مفيش ميه خالص. بصي ميه قد ايه. بصي انا بقى هحط عليها كده، انا عايزاها كده في المرحله دي. هحط عليها تهدى بقى شويه. وبعد كده بقى ايه، هوريكي هعملها في نفس الحله ازاي صلصه. مش هنقلها من الحله ولا اي حاجه. تمام كده. بصي اتهرت خالص ازاي. بصي اتهرت خالص ازاي. خلاص انا كده بقى تهدى شويه خالص كده، وهوريكم هعملها ازاي وانا مش ناسيه المكون اللي قلت لك عليه. حطي لايك. هنا ايه قلت لكم هعمل الطماطم في نفس الحله بالهاند بلندر. تمام كده نشغله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشغله لكم كده اهو. بصوا بيضرب واحسن من اللهم صل على سيدنا محمد الخلاط. بيخلي الحاجه دايبه خالص اكتر من الخلاط. عايزين بقى تعرفوا المكون اللي انا قلت لكم عليه اللي مش هيخلي الطماطم تغير طعمها. مكون بقى ايه، يعني حاجه مش اختراع، اكيد ناس كتيره قوي عارفينها. بس دي هتبقى ايه، حافظه. يعني دي تحفظ لك هنحط 3 معالق سكر. ده مش سر ولا حاجه، دوت كل الناس عارفينه. تمام. 3 4 معالق كده سكر. حتى لو نسيتي تحطيها في الماء وانت بتحمري البصله يبقى احنا حطيناها من اولها. تمام كده. وهنحط كمان حبه ايه، زيت. الزيت دي برضو ماده حافظه تخليكي، هيخلي طعم الطماطم زي المواد الحافظة. ايوه دي مواد زي المواد الحافظه بس مواد طبيعيه. دي هتخليها من السنه للسنه ولا طعمها يتغير ولا هتحتاجي تحطي بنجر ولا هتحطي. لو عايزه بتحطي بنجر حطي، لكن انا لا بحط بنجر ولا احطي فلفل ارناؤوطي اللي هو بابريكيو. تمام كده. هضرب بقى كل الكميه دي واوريها لك بعد ما احطها في الاكياس وعلى التخزين التلاجة. وما تنسيش بقى تحطي لايك كده واشتراك وتفعلي الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.